السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقالي فترة كبيرة مش بنزل فيديوهات، وبقالي فترة طويلة شويتين غايب عن موضوع الموبايلات والريفيوهات والحاجات دي. لكن حرفيا السوق اتغير تماما والاسعار اتغيرت تماما وكل حاجة مش بقت زي الاول ولا اي حاجة يعني. كل حاجة اختلفت. المهم الناس كتير بتسأل في الفترة الأخيرة عن موبايلات اقتصادية، وحرفيا الموبايلات الاقتصادية دي بقت حاجة زي سعر 4000 جنيه 5000 جنيه. ده يعتبر حاليا موبايل اقتصادي، يعني 4 5000 جنيه من كام شهر كده كانوا يجيبوا لك موبايل كويس جدا. 4 5000 جنيه دلوقتي يجيبوا لك موبايل يعني ها. المهم ان في موبايلات كتير جدا نزلت في اسعار كتير بنسمعها واسعار خزعبليه وكلام زي كده، ولكن برضو ما زال الشخص بيدور على موبايل يكون بيقدم قيمه مقابل سعر كويسه في الوقت ده. هل هي دي حاجه ممكن نلاقيها؟ هو ده اللي يعني الامر الصعب شويتين، محتاج منك انك تدور وتركز كده وتعرف انت عايز تشتري الموبايل ده ليه بالظبط، ايه السبب اللي يخليك تشتري الموبايل ده. هل انت مثلا شخص بتحب الالعاب فهتشتري الموبايل ده عشان الالعاب؟ هل انت عايز موبايل وخلاص يديك اداء كويس؟ كل التفاصيل دي لازم تعرفها قبل ما تشتري اي موبايل، لان دلوقتي الاسعار بقت تفرق جدا. ما بقاش اللي هو انا ممكن اقول لك روح اشتري الموبايل ده فتروح تشتريه عشان هو موبايل جامد والكلام ده. الموبايلات الجامده دلوقتي اسعارها بقت معديه جدا. المهم كان في موبايل كنت حابب اتكلم عنه جدا. الموبايل ده نزل في صمت تام، محدش يعرف عنه اي حاجه ولا يعرف اي تفاصيل عنه، حتى كمان مش موجود في المحلات. والموبايل يعني تقدر تقول ان هو مختفي تماما ومفيش اي فيديوز عنه ومفيش اي حد اتكلم عنه ولا اخبار ولا اي حاجه من الحاجات دي. لكن الموبايل فعليا موجود على امازون ونون وموجود في محلات كتير جدا، لكنه مش نازل بشكل رسمي. واللي خليني اتكلم عن الموبايل ده لان الموبايل ده انا فعلا شايف ان هو مميز جدا ويعتبر ارخص موبايل ممكن تشتريه حاليا في كل الاصدارات وكل الشركات وكل الحاجات اللي نزلت دي. فخليني النهارده كده اكلمك سريعا كده ونخش في تفاصيل شويه عن الريلمي سي 30. الموبايل ده حرفيا نزل كده ومحدش يعرف عنه اي حاجه، والموبايل ده اقدر اقول لك ان هو ارخص افضل موبايل ممكن تشتريه لو انت حابب موبايل يديك اداء كويس جدا، او حابب موبايل حتى للالعاب بسعر تحت 3000 جنيه مصري. ايوه 3000 جنيه مصري. اقدر اقول لك ان الموبايل ده سعره في حدود 100 دولار او 100 وشويه دولار. ديزاين الموبايل ده على سعر الموبايل انا شايف ان هو كويس جدا ويعتبر حاجه مميزه جدا في الموبايل ده. هو اكيد ما تتوقعش خامات طبعا ولا اي حاجه من الحاجات دي في الفئه السعريه دي. طبعا الخامات هنا هتكون من البلاستيك، وزن الموبايل ده هيكون 182 جرام، وسمك الموبايل هيكون 8.5 ملم. لكن ديزاين الموبايل هنا مش ديزاين رخيص ولا اي حاجه من الحاجات دي. مش هتحس اطلاقا انك ماسك موبايل رخيص او موبايل ب 3000 جنيه او تحت 3000 جنيه. الموبايل بيديك ديزاين كويس. الكاميرا اللي جايه بشكل كبير جدا، طبعا للاسف جدا الموبايل ده جايب كاميرا واحده هنتكلم عنها كمان شويه. لكن مربع الكاميرات هنا وديزاين الظهر الخطوط الطوليه والالوان بتاع الموبايل، الموبايل فعلا تحس الديزاين بتاعه مش مجرد ديزاين بتاع موبايل ب 2000 او 3000 جنيه. وبرده في الفئه السعريه دي مش هندور على حاجه مميزه جدا في الامكانيات والشاشه والحاجات دي. طبعا شاشه الموبايل هنا هتكون برده اقتصاديه نوعا ما، لكنها هتكون برده كويسه جدا على سعر الموبايل. الموبايل هنا بيجي بشاشه بمقاس 6.5 بوصه، الشاشه دي جا اتش دي بلس. شاشه طبعا بتصميم النوتش القديم، لكن طبعا يعتبر دلوقتي مش قديم وما نقدرش نقول ان هو قديم في الفئه السعريه دي في الايام اللي احنا فيها دي. حواف الشاشه دي تعتبر كويسه نوعا ما، وسطوع الشاشه دي بيوصل لحوالي 400 نتس. من الاخر يعني تقدر تقول انها شاشه هتقضي الغرض ومش هتضايقك في اي حاجه في الفئه السعريه دي. لكن كل اللي اتقال ده يعد ولا شيء مقابل الحاجه اللي انا هقول لك عليها اللي فعليا ممكن تشتري الموبايل ده عشانها، وهي المعالج. اكيد في الفئه السعريه دي اول حاجه ممكن تبص عليها هو معالج الموبايل. لازم طبعا تدور في الفئه السعريه دي على معالج يكون كويس يديك اداء محترم. اكيد ما تدورش على اي حاجه تانية عدا المعالج. والنقطة دي اتحققت هنا في الموبايل ده، وواخد هنا معالج كويس جدا جدا. الموبايل هنا بيجي بمعالج ال تي 612. المعالج ده 12 نانومتر، وحرفيا المعالج ده في الفئة السعرية دي يعتبر افضل معالج ممكن تاخده بالسعر ده حاليا، وافضل معالج ممكن يديك اداء العاب كويس جدا. مثال بسيط، لعبة مثلا زي لعبة ببجي، الموبايل ده بيقدر يشغلها على 30 فريم بشكل كويس جدا ومش هتواجه معاه اي مشاكل. تخيل موبايل في السعر ده بيديك 30 فريم، لكن حرفيا انت مش هتلاقي اي موبايل في السعر ده يشغل لك ببجي اصلا. الموبايلات هنا في الفئه السعريه دي ممكن بالعافيه كده تديك 15 فريم 20 فريم في اللعبه. وطبعا الموبايل هنا بيجي ب 2 جيجا رام 32 ذاكره داخليه، ودي طبعا حاجه يعني لو كنت بقولها لك من كام شهر زي ما قلت لك هتقول لي 2 جيجا رام 32 ذاكره داخليه ايه يا عم؟ ده هيهنج من الفيس والواتس مثلا. وللاسف يعني احنا وصلنا للمرحله دي وكل الحاجات بقت
اوفر جدا، فاحنا مضطرين نقول لك ان 2 جيجا رام 32 ذاكره داخليه حاجه قابله للشراء وممكن تشتريها في الايام دي. لكن هنا برضو انا بكلمك في موبايل اقتصادي، وده افضل الوحشين اللي موجودين. يعني دلوقتي انت مش قدامك اي حل، انت يعني مضطر تعمل كده. لكن طبعا اللي بيهون الموضوع ده جدا هو ان الموبايل هنا موبايل من شركه ريلمي وبيجي بواجهه ريلمي. واجهه ريلمي اللي تعتبر من اخف وافضل الواجهات اللي ممكن تستخدمها على اي موبايل، سواء موبايل فلاج شيب او موبايل اقتصادي او حتى موبايل فئه متوسطه. الموبايلات دي حرفيا لما بتشتغل بواجهه ريلمي بتديك اداء افضل بكتير من اي موبايل تاني. فحقيقي اللي مهون الموضوع هنا شويه هي واجهه ريلمي الخفيفه جدا، اللي يعني طبعا مع اداء الموبايل توقع طبعا 2 جيجا رام، الموبايل مش هيكون صاروخ ولا هتاخد اداء يعني واو، لكنه هيكون اداء مقبول. وزي ما قلت لك على الاقل خالص هيشغل لك الالعاب بشكل كويس. وبما ان الموبايل ده موبايل اقتصادي فطبعا عندك هنا الموبايل بيجي بكاميرا خلفيه واحده، والكاميرا دي بتكون 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2. كاميرا زي دي طبعا اخرها 1080 على 30 فريم في تصوير الفيديو، وطبعا هتاخد مع الموبايل ده صور يعني تقدر تقول انها كويسه، صور مقبوله برضو في الفئه السعريه دي، مش وحشه ولا اي حاجه، لان طبعا معالجه ريلمي هنا برضو بتتفوق وبتديك اداء كويس جدا في الصور. وبرضو الموبايل هنا بيجيب كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل. طبعا الارقام دي انت متصور ان احنا وصلنا ل 5 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل وحاجات زي كده. يعني المهم 5 ميجا بكسل برضو يعني كاميرا شغاله نوعا ما هتقضي الغرض. والنقطه المميزه جدا هنا ان الموبايل ده جاي فيه سنسور هنا بروكسيميتي او سنسور بتاع المكالمات، سنسور بتاع التقارب. يعني من الاخر مش هتعاني مع الموبايل ده في المكالمات والحاجات دي. وطبعا شبكات ريلمي بتكون كويسه جدا في المكالمات وكل الحاجات دي، فلو انت حابب تشتري الموبايل ده عشان المكالمات والاستخدام بتاع المكالمات والحاجات دي هيقضي لك الغرض كويس جدا. وطبعا يعني لازم تاخد بطاريه كويسه، طبعا يعني انت ضحيت بحاجات كتير جدا، لازم تاخد بطاريه كويسه. الموبايل هنا بيجيب بطاريه 5000 ملي امبير، لكن للاسف برضه سرعه الشحن هنا بطيئه جدا، يعني ما بيدعمش سرعه شحن اصلا. الموبايل هنا بيجي ب 10 واط. فالموبايل طبعا فيه تنازلات كتير، ايوه فيه تنازلات كتير. الموبايل مش واو، مش موبايل خرافي ولا اي حاجه من الحاجات دي، لكنه لو انت بتفكر تشتري اي موبايل جديد حاليا يعتبر افضل اختيار موجود حاليا في سعر تحت 3000 جنيه. حرفيا لو دورت في اي مكان مش هتلاقي موبايل تحت 3000 جنيه يديك الامكانيات دي والعتاد ده. لكن طبعا انا ما زلت عند رايي، لو انت بتدور في فئه سعر 3000 جنيه ممكن تدور على حاجه يوزد تكون حالتها كويسه، هتديك طبعا اداء افضل من الموبايلات الجديده، لان حاجه يوزد في فئه سعر 3000 جنيه اكيد هتديك اداء هيكون افضل من الموبايلات الجديده في فئه سعر 3000 جنيه من جميع النواحي. لكن برضو مش كل الناس بتحب تشتري موبايلات يوزد، مش كل الناس اصلا بتعرف تشتري موبايلات يوزد، يعني ناس كتير بتخاف من موضوع اليوزد والحاجات دي. فالموبايل ده مازال اختيار كويس جدا. الموبايل ده لو انت بتقولي هو مش موجود والكلام ده، الموبايل ده في بعض المحلات، لو انت عملت سيرش هتلاقي الموبايل ده موجود في بعض المحلات الكبيره، وكمان موجود على امازون وموجود على نون. سعر الموبايل ده احسن سعر لقيته في مصر، سعر الموبايل ده كان في حدود 2850 جنيه مصري. وبس كل حاجه في النهارده، ده كان كده فيديو سريع وخفيف. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، اشوفك فيديو جاي ان شاء الله. سلام.